هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كرش، طب بنبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. ولكل أكلة كمان تركاية. يبقى حطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مجمد أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبقنا النهاردة أنا بعتبره قدس أقداس المطبخ المصري، الكشك الصعيدي. الطبق اللي لازم في الصعيد بيتقدم على مائدة الإفطار، طبعا لأنه طعمه شهي وقيمته الغذائية عالية جدا. خلينا قبل ما نتكلم عن قيمته الغذائية وتاريخ الحدوتة بتاعته نرحب بالشيف مريم. أهلا وسهلا يا شيف مريم. أهلا وسهلا. قولنا بقى كده الكشك الصعيدي ده عصب المطبخ الصعيدي، احكي لنا عنه. الكشك الصعيدي بيجي لنا بيكون عبارة عن كور. أول حاجة لازم نحطه في مية، نسيبه منقوع في مية في فترة ما تقلش عن 3 ساعات عشان يبتدي يفك معانا ويبقى سهل. شوقتني بقى، كيف هعمله؟ هنجيب الحلة ونحط المادة الدهنية بتاعتنا سواء زيت أو سمنة، وما نكترش فيها. لا طبعا ما نكترش فيها. هنكون مقطعين البصل مخرطينه مش بشرينه. هنحط البصل قبل ما تاخد الدرجة اللي هي البني. هنقوم معصرين الكشك كويس جدا من ميته وحطينه على البصلة ونقلب تقلبتين، وبعدين نضيف الشوربة والملح والفلفل بتاعنا. اول ما الكشك هيبتدي يستوي. ازاي انا اشوف انه استوى؟ يعني بيتقل مثلا؟ بيتقل حسب نوع الكشك نفسه، ممكن ياخد 25 دقيقة على النار. هو ما بياخدش وقت طبعا. لا ما بياخدش وقت، الشوربة اتحط عليه وخلاص وكده يبقى استوي. اول ما بيستوي بنكون محضرين بولة صغيرة او كوباية فيها نص كوباية لبن، تمام، وعليها معلقة دقيق. هنقلب اللبن مع الدقيق كويس قوي، وبعدين نضيفهم على حلة الكشك بعد ما يستوي. وهنقعد نقلب كل ده مع التقليب اول ما نحط الدقيق بالزبط. عشان ما يكلكعش مننا. اول ما هنلاقيه خلاص اتظبط واستوى هنحطه في الطبق نغرفه. عايزين نزوقه بقى بالبصلة اللي هي بتدي في الوش. البصلة دي عشان نخليها مقرمشة زي اللي بناكلها في محلات الكشري. دي مهمة قوي دي، وبتدي لذاذة وطعامة للطبق. يا خبر ابيض يا شيف مريم، هي اصلا بحس انه روح الطبق. انا ما بحبش البصل ولا طيق ريحه البصل. ما تحطش بصل. حط بصل لخرطك حتت. ما تحطش بصل لديش دماغك. حط بصل. ما تحطش بصل. حط بصل. وبعدين بقى هتتخانقوا علشان خاطر بصله. البصله بنقطعها برضو، بنخرطها مش بنبشرها، وبنحطها في حبه دقيق ونص معلقه نشا، ويكون الزيت سخن جدا على النار. بنحط فيها ونقعد نقلبها، بس طبعا ما نحط الزيت كتير عشان ما تشربش زيت، وفي نفس الوقت هو النشا والدقيق بيطرد الزيت من الخضار. انا متاكد انك هتاكلي صوابعك ورا. كل لقمه هتنزل معدتك هتسمعي تسقيف حاد من المصارين. ده الكشك ده ليه حكايه كبيره. اولا زي ما انت وصفتيه كده هو اكله شهيه جدا، وفي الصعيد بياكلوها بالبتاو. ومعرفه المصريين بالكشك دي جت خلال احد حملات الملك أحمس، وعدى على واحده من مدن الصعيد اللي هي المنيا حاليا، وعدى بهدف ان هو عايز يزود الجنود بالمؤن والغذاء، وانهم ياكلوا ويرتاحوا ويخزنوا اكل عشان يساعدهم خلال الحملة، لانها كانت طبعا الحملات بتستمر لشهور وايام طويلة. فعدى هناك على كاهن وقال له ان هو عايز يزود الجيش بالمؤن. فالكاهن اقترح عليه أكلة تكون خفيفة الوزن وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية وتصلح طعام للجنود. فاقترح عليه الكشك. طبعا الكشك بيتعمل من القمح مع الشعير مع اللبن الرايب، وبياخد فترة إعداد وتجهيز كبيرة جدا بتستمر لعدة أيام، بتبتدي من بعد حصاد محصول القمح. فداقوا الملك أحمس، عجبه طعمه جدا، وطبعا هو قيمته الغذائية مرتفعة لأن فيه اللبن وفيه القمح، وطبعا اللبن غني بالكالسيوم ومصدر للبروتين، والقمح بيحتوي على العديد من البروتينات وبيدي إحساس بالشبع لفترات طويلة، وزي ما قلت فترة صلاحيته عالية وخفيف الوزن.
فاعتمدوا كغذاء للجنود خلال حملات. ودي كانت معرفتنا بالكشك، وطبعا واستمرت معرفتنا بالكشك لحد النهارده. وفي نهايه حلقتنا بننصحكم ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة. دكتور نظيرة كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس.